المنطقة الجنوبية واللواء عبد الله أبو طالب قائد العامية العسكرية لرباط سلا، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي، والفريق أول محمد هرمو قائد الدرك الملكي، والفريق العابد علوي بوحميد مفتش القوات الملكية الجوية، والعميد محمد الطحين القوات الملكية البحرية. وحضر هذه المأدبة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وعدد مستشاري جلالة الملك وأعضاء الديوان الملكي وأعضاء الحكومة وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.